تخيل معاك كده تصحى في يوم عادي جدا وتكتشف فجأة ان عندك قدرة خارقة انك تختفي من مكان وتظهر في مكان تاني في اي حتة في العالم، والقدرة دي بيكون اسمها جامب. ومن هنا بتبدأ مطاردة شرسة ومجنونة بين ديفيد اللي في لحظة واحدة بيروح من بلد لبلد، ومن ناس كتير بتكون على استعداد تعمل اي حاجة عشان توقفه. وبيبدأ فيلمنا مع ديفيد وهو على قمة بالهول وهو بيحكي عن حياته انها عبارة عن انه بيشرب القهوة في باريس وبيروح يتزلج في جزر المالديف، وكل ده بيعمله قبل ما يجي. وبتبدأ قصتنا مع ديفيد وهو قاعد في مدرسته وبيكون معجب جدا بزميلته ميلي اللي بتكون معاه في الفصل، ولكن لانه شخص خجول بيكون محرج جدا يصارحها باللي جواه وخايف من رد فعلها. وفي مرة بيشوفها وبيلاقيها شايلة في خزنتها صور اماكن كتير جدا حول العالم، وبتقول له ان حلم حياتها تسافر كل الاماكن دي. وبيجي ميعاد الكريسماس وبيجيب لها هدية كرة ازاز بمناسبة العيد، وميلي بتكون فرحانة جدا بيها. وده لحد ما بيجي صاحبهم ياخد الكرة من ميلي ويرميها بعيد جدا، وبتقع تحت الكوبري على بحيرة متجمدة وبيتنمر على ديفيد. وديفيد بيصمم انه يروح يجيب لها الكرة لانها بتكون اول هدية منه، وبمجرد ما بيوصل للكرة ويمسكها بيبص لميلي ولكن بيتفاجئ بالجليد اللي بيكون تحته بيتكسر، فديفيد بيقع في المية وبيغرق. بيحاول يعوم ويخرج من المية بس سطحها بيكون متجمد ومش قادر يخرج. في نفس الوقت ده بيختفي من المية وبيظهر في المكتبة العامة اللي بتبقى موجودة في المدينة اللي عايشين فيها، ودي بتبقى أول مرة يكتشف فيها قوته الخارقة اللي هتقلب قصة فيلمنا على الآخر. وأول ما ديفيد بيقدر إنه يمشي ويبقى حر بيرجع على بيته، وهناك بنشوف أبوه اللي بيكون مهمل جدا وسكران طول الوقت. وديفي مش بتكون علاقته بمامته كويسة لأنها بتبقى زهقت من أبوه سابتهم وهو عنده 5 سنين بس. وبعدين بنشوف أبوه بيزعق في ديفيد عشان يكلمه ويسأله ليه اتأخر، وبيضطر يطلع يستخبى في أوضته ويقعد لوحده. وبنشوف باباه طالع بسرعة وديفيد بيلاقي نفسه اختفى من اوضته وقبل ما بابا يدخل يأذيه. بعدين بيلاقي نفسه قاعد في المكتبة لكن بدون اي رغبة منه ولا بيكون فاهم ده حصل ازاي. وساعتها بيقرر انه يجرب الحوار تاني، فبيفكر جامد جدا في اوضته وبيلاقي نفسه في اوضته فجأة، فبيبدأ يستوعب الموضوع ويقرر يبدأ يتعامل معاه. ووقتها مش بيجي في دماغه شيء غير انه يسيب ابوه يعمل زي امه علشان يخلص من قرفه. وقبل ما يسيب المدينة اللي عايش فيها بيختفي ويروح لميلي في بيتها، وبيلاقيها بتعيط عليه لانها بتكون مفكرة انه مات، فبيسيب لها الكرة الهدية بتاعتها على المرجحة. فميلي بتشوف المرجحة بتاعتها فجأة بتتحرك وحدها، فبتقرر تنزل تشوف في ايه، وبتلاقي الهدية بتاعت ديفيد فبتعرف انه لسه عايش وبتبطل عياط. بعدها ديفيد بيسافر بره المدينة خالص وبيبعد تماما عنها، وبينزل في مكان جديد وبيقعد في فندق، وهناك بيحاول ينمي موهبته الجديدة دي بانه يفكر في اماكن قريبة جامد ويلاقي نفسه فيها وبيرجع تاني وبيتمرن وهكذا. وبيمسك كتاب بيلاقي في اماكن مشهورة، وقتها بيشوف مبنى كبير قدامه بيفتكر وقتها ايام ما كان طفل وبيفلاش باك لما كانت مامته معاه وبتاخده على قمة نفس المبنى ده. وده طبعا بيكون قبل ما تسيبهم وتمشي. فجأة بيلاقي الأوضة بتتهز بيه وفي زلزال قوي جدا، وبيلاقي نفسه فجأة على قمة نفس المبنى اللي كان بيتخيل نفسه فيه مع أمه زمان، وبيفهم ان ده حصل لانه كان بيفكر فيها. وقتها بيقرر يستغل موهبته، وتاني يوم الصبح بيقرر يسرق بنك عشان يبقى معاه فلوس وغني. وبيروح الحمام الأول يدرس المكان، وبعد ساعات بيقدر انه يدخل الخزنة وبيسرق فلوس براحته زي ما هو عايز. وتاني يوم البنك بيبلغ انه في عملية سرقة او احتيال حصلت، وبيجي محقق اسمه رون من الامن القومي عشان يحقق في حادث السرقة، وبيطلب كل التسجيلات بتاعة الكاميرات اللي في البنك ده لانه متوقع الحرامي اللي سرق البنك كان بالفعل جواه قبله. وبنروح لديفيد واللي بيعيش حياة كاملة بكيفه على مزاجه يعني. وبعد 8 سنين بيكون عايش في نيويورك، وشقته بتكون مليانة صور اماكن مختلفة عشان وقت ما يحب يسافر مكان يبص عليه. وبيشوف في التلفزيون بيلاقي فيضان وناس كتير في خطر ومعرضة للغرق ومتحوطة بالمية ومحتاجة معجزة عشان تقدر تتخلص من اللي هي فيه قبل ما يموتوا، لكنه مش بيهتم بيهم وبيعد ولا كأنه شايف حاجة. وبالليل بيروح للبار وبيكون معجب جدا ببنت، لكنه بيلاحظ واحد بيبصله باستغراب لانه بيكون حاسس ان في حاجة غريبة بتحصل. وبرضه ديفيد بينطر قبل كاش ومش بيهتم، واليوم بيعدي. وتاني يوم الصبح بيروح ديفيد يفطر على رصب الهول، وبعدها بنروح للمحقق رون وبنشوفه مخطط لفخ لشخص عنده نفس قدرة ديفيد، وبيقدر انه يقبض على الشخص ده لكنه مش بيحبسه، ده بيخلص عليه بسكينة معينة بتبقى معاه.
وبنعدي بالوقت ل8 سنين قدام، وبنشوف المحقق رون في شقة ديفيد بعد ما بيقدر يحدد مكانه. ديفيد بيكون داخل شقته وبيلاقي رون في وشه، بيقول له يا راجل ده انا ليا 8 سنين بدور عليك، عاش مين شافك؟ انت يا باشا سارق بنك من 8 سنين بدون ما تفتح الخزنة، والحقيقة انا حابب اعرف عملتها ازاي. ديفيد بيقول له العنوان مش صح يا باشا، اكيد لان انا ما سرقتش حاجة اصلا، وبعدين يا عم فرضنا ان انا سرقت، حضرتك مش شرطة عشان تقبض عليا. وبيبص له من فوق لتحت كده وبيسيبه ويروح ناحية اوضته علشان يوضح له انه مش مهتم، وبيروح على اوضته وبينسى يفتح الباب لان زي ما احنا فاهمين بيختفي ويروح للحتة اللي عاوزها. فرون لما بيلاحظ انه ما استخدمش الاكرة بيتريق عليه ويقول له انه واضح انه له فترة كبيرة ما استخدمش ابواب في شقته. وفجأة بيطلع صاعق الكهرباء اللي معاه وبيضرب ديفيد بيه عشان ما يلحقش يفكر في حتة يروحها وما يهربش منه، وبيستمر في ضربه. وديفيد بيحاول يوصل لاي صورة من صور الاماكن اللي كان حاططها عشان ينتقل من مكان للتاني. ورون بيكون ماسك ديفيد فين يوجعك وبيقول له ان موهبته ملهاش اي لازمة وهو متكهرب ب1000 فولت لانه بيكون مش قادر يدافع عن نفسه ولا يستخدم قدرته. فرون بيربط ديفيد بحبل عشان ما يتحركش، وبمعجزة بيقدر ديفيد يستخبى في الخزنة بتاعته، وبيقدر انه ياخدها فرصة عشان يفكر في مكان ويروح له. وبالفعل بيفكر في بيته القديم، فبيختفي وفجأة بيظهر هناك وبيكون بابا موجود، وبيحس بحركة غريبة في اوضته، وهو طبعا عايش لوحده فبيستغرب جدا وبيطلع يشوف في ايه بسرعة. لكن للأسف قبل ما الأب يلحق يدخل الأوضة يعتذر لديفيد عن معاملته ليه بيكون ديفيد اختفى تاني. وبنروح مع ديفيد على بيت ميلي صاحبته القديمة، وبيلاقي أمها وبيسألها على ميلي ويعرف مكان شغلها وبيروح لها شغلها فعلا، لكنه بيفضل يبص عليها من بعيد وبيراقبها وهي شغالة. وبعد شوية وقت بيقرر انه يمشي، وهو خارج بيقابل زميله اللي كانت هوايته انه يتنمر على ديفيد ويكرهه في عيشته. والمفاجأة انه بيقدر يتعرف على ديفيد وبيرخم عليه تاني، وده لحد ما بتجيله ميلي وبتقوله انه كان المفروض يسلم عليها قبل ما يمشي، وانه بقاله ساعة بحلق فيها بدون ما يفكر يروح يسلم عليها، وبتكون مستغربة طريقته. فزميلهم الرخم بيجي يغلس على ميلي كمان. هنا بقى ديفيد بيتعصب جدا منه وبيبدأ يزعق ويتخانق معاه وبيضربوا بعض، وبيقدر انه يزنق زميله ده جوه خزنة بنك، وبيسيبه هناك وبيرجع تاني لميلي يحكوا مع بعض عن حياتهم وعن اللي وصلوا له. وميلي بتسأل ديفيد عن شغله وبيقول لها انه شغال في بنك، وهي بتقدر تعرف انه بيحور عليها من غير مجهود لانه كان ساقط في الرياضة اساسا. وبتسأله عن خططه في حياته، فبيحكي لها انه متشوق جدا ونفسه يروح روما، وهو ولا نفسه في روما ولا نيلة، لكن بيقولها كده عشان بيكون فاهم انها حلمها تسافر روما. فهي بتقول له ايه ده وانا كمان. فديفيد بياخدها فرصة وبيعرض عليها تسافر معاه، والحقيقة هي مش بيكون عندها مانع ابدا فبتوافق. وبالفعل بنشوفهم بعد كده في المطار ومسافرين سوا روما بالطيارة. وبنروح بقى على زميلهم الرخم واللي بيبقى رون قاعد يحقق معاه لانه فجأة ظهر في خزنة بنك ومحدش بيكون قادر يفهم ده ازاي ده حصل. وزميله ده بيقول لرون انه ملوش دعوة بحاجة وان ديفيد هو السبب لانه كان بيحاول يتكلم مع ميلي اللي هي يعني البنت بتاعة ديفيد. وقتها رون بيتتبع خط سير ميلي وبينجح في انه يعرف اخر مكان وصلت له ميلي وهو المطار، وبيعرف كمان انها حجزت طيارة لروما. وبيبقى ميلي وديفيد وصلوا لروما وبيقعدوا في فندق 7 نجوم. وقتها ميلي بتلاحظ ان ديفيد رايح جاي على كيفه، وبتتأكد انه مش بيشتغل في بنك ولا حاجة من اللي قالها، وبتكون حاسة ان وراه سر كبير، ولكن بتحاول تستمتع بوقتها وهم بيلفوا المزارات السياحية. وبنوصل لباب مقفول جوه المزار وديفيد بيبعد عنها عشان يستخدم قوته ويدخل لجوه يفتح لها الباب، وبيلاقي نفس الشخص اللي كان بيبص له في البار موجود في المزار السياحي برضه، ولكن المرة دي مش بيكتفي بالبص وبيقول له ان اسمه جريفن. وبيقول لديفيد انه ما يفكرش نفسه الوحيد في العالم اللي عنده القدرة دي، وبيحذره انه ما يحاولش يستخدم القدرة دي غلط لانها هتخليه في خطر. وبيقول له ما يهربش من الناس اللي بيدوروا عليه لانه يبقى غبي لو مفكر انهم مش عارفينه فين دلوقتي، لانهم عرفوا مكانه للاسف هم خلاص جايين له. وفي نفس الوقت ده بيظهر قدام ديفيد 2 من رجالة رون وبيحاولوا يمسكوا ديفيد بكل الطرق علشان يقبضوا عليه. وبنشوف جريفن اللي بيدخل في حرب معاهم وبيقدر انه يخلص عليهم. وديفيد بعدها بيسأله هم مين دول، فجريفن بيقول له ان دول يبقوا جماعة هدفهم انهم يخلصوا على الطائرين اللي هم زي ديفيد. وجريفن بيكون عنده قدرة انه يخلص على اي حد منهم يقف قدامه، بس للاسف بتكون في واحدة شافت كل اللي بيحصل وبتروح تبلغ عنهم، وبياخد جريفن واحد منهم وبيختفوا يظهر للمخبأ بتاعه وبيعمل شق مفتوح قبل ما يختفي. وديفيد بيفهم انه عاوز يروح معاه فبينط جوه الشق بسرعة لانه بيختفي بعدها بثواني. وديفيد بيظهر بعدها في نفس مخبأ جريفن. وقتها جريفن بيتضايق جدا انه جه وراه وبيقول له انه لازم يرجع لصاحبته تاني.
وده لانها ممكن تبقى في خطر دلوقتي. وديفيد بيسمع كلام جريفن وبيرجع لميلي تاني وبيخرجوا من المكان اللي هم فيه وبيمشوا في الشارع. ولكن للاسف يا فرحه ما تمت، بيتقبض على ديفيد وده بسبب بلاغ الست وبسبب انه اقتحم مكان ممنوع زيارته. فبيروح على الاسم وبيفضل قاعد في مكتب المحقق بيتحقق معاه في اللي عمله. واول ما المحقق بيخرج في وقت الاستراحه بتصعيد غير مبرر بيحصل لديفيد، وهو انه بيبص جنبه وبيلاقي مامته قدامه بتحذره انه لازم يقوم يمشي من المكان ده، وبعدها بتختفي تاني. وطبعا الموضوع بيكون صعب على ديفيد يستوعبه، فعلى ما يبدا يتحرك بيكون المحقق جه، فبيصعب على ديفيد تقريبا وبيقرر ياخده معاه على قمه ابو الهول وبيسيبه هناك لوحده وبيرجع تاني للقسم، لان ميلي بتكون منتظراه هناك وبيقول لها انه تم اطلاق سراحه بشرط انه يسافر بلد تانيه. لكن طبعا ميلي بتكون فاهمه انه بيحور عليها وبيرجعوا على المطار، وبيقول لها ان ده ابعد مكان ممكن يوصلها ليه، وبيرفض يقول لها الحقيقه، ولكنها بتطلب منه انه يفتح شنطته ويوريها ايه اللي بيحاول يخبيه طول الوقت. فبيوافق يوريها الشنطه وبيفتحها وبتتفاجئ بالفلوس الكتير جدا جوه الشنطه، ولكن ديفيد بيرفض يفسر لها اي حاجه ولا يقول لها هو جابهم منين. بعدها بيسيبها تركب الطياره لوحدها، وبيوصل بلاغ لرون ان ديفيد طار منهم، فرون بيروح لديفيد بيته عشان يجمع اي حاجه تعرفه هو سافر على فين. وبنروح لديفيد تاني اللي بعد ما بيطمن على ميلي انها سافرت بيروح تاني لجريفن عشان يكملوا كلامهم. وقتها جريفن بيقول له ان دول جماعه ممكن يقتلوا الطيارين او ذويهم زي الاب او الام او الحبيبه، فديفيد بيخاف جدا على ابوه وبيرجع له بسرعه. لكن للاسف الوقت بيبقى فات وبيلاقي ابوه مقتول، وبيرجع تاني لجريفن وبيساله يوصل ازاي لرون عشان يخلص عليه قبل ما يخلص هو على ميلي بعد ما بتنزل من الطياره. لكن جريفن بيوضح له ان الحوار مش سهل بل مستحيل. وقتها ديفيد بيعرض على جريفن انهم يتحدوا هما الاثنين ويخلصوا على رون، لكن جريفن بيرفض برضه وبيركب عربيه وديفيد معاه وبيطير بيها حرفيا وسط العربيات، وديفيد بينبهر ان جريفن قادر يحرك عربيه معاه. المهم انهم بيرجعوا نيويورك وديفيد بيحاول معاه تاني انهم يخلصوا على رون، فجريفن بيوافق يساعده انه يقتله، وبيوصلوا هما الاثنين على المطار عشان يلحقوا الطياره اللي بتكون فيها ميلي، لكن بيلاقوها وصلت قبل ساعه لانهم مش عارفين المواعيد. وديفيد بيحاول يوصل لميلي وجريفن بيروح يجهز لقتل رون. ديفيد بيوصل لعنوان ميلي من البار اللي كانت شغاله فيه، وفجاه بيظهر في بيتها قدامها، فبتفكر انه اقتحم بيتها عشان يعتذر لها وبتطلب منه يخرج حالا. ولكن في نفس الوقت ده بيكون رون وصل للمكان، فديفيد بيضطر يمسك ميلي وينتقلوا هما الاثنين لمخبأ جريفن. وقتها رون بيكون في الشقه بتاعت ميلي وبيشغل آلة تتبع لديفيد، فبيظهر له شق بمكان ديفيد، وديفيد بيحاول يستخبى هو وميلي. وديفيد بيشوف صوره مامته وبيفهم ان رون كان عاوز يخلص عليها هي كمان، وقبل ما ياخد الصوره رون بيضربه بالسلك بتاعه. لكن فجاه بيظهر جريفن بآلة اللهب اللي معاه وبيحاول يحرق رون، لكن رون بيهرب منه بيدخل الشق اللي بيودي لشقه ميلي، وجريفن بينجح انه يسرق الآلة اللي بتساعدهم. للاسف قبل ما الشق يقفل بيلحق رون انه يرمي السلك ويسحب ميلي، وجريفن وقتها بيكون عاوز يفجر قنبله في رون وكل اللي معاه، ولكن ديفيد بيحاول يمنعه لان ميلي معاهم، فبيفضلوا يضربوا بعض ويتنقلوا لكل مكان لغايه ما ديفيد بيقدر انه ياخد جريفن على مكان فيه كهرباء وضغط عالي وبيرجع وحده على بيت ميلي، وهناك بيلاقي رون منتظره وبيقبض عليه وبيربطه في الحيطه. وديفيد بيحاول يتنقل هو والحيط وبينجح انه ينقل الشقه كلها تحت الميه وبينقلها تاني للمكتبه، وبيقول لرون انه كان ممكن جدا يسيبه يغرق لكنه مش شرير وبيسيبه ويختفي وبيعدي الوقت. وديفيد بيقدر انه يوصل لمامته وبيقول لها انه فهم انها من الصيادين اللي بيقتلوا الطيارين اللي زيه، فامه بتقوله انها عارفه من صغره انه من الطيارين وعشان تحميه سابته ومشت عشان مش عايزه تقتله وعايزاه يعيش حر. وديفيد بيرتاح لما بيعرف حقيقه موضوع والدته، وبيحضنوا بعض وبيخرج يلاقي ميلي منتظراه. وبكده يكون انتهى فيلمنا.